يلا بينا على اللسان، وكاتبالكم معلومات حلوة اقروها هتستفادوا وتعرفوا معلومات عن اللسان. يا رب الفيديو يعجبكم. يلا نكمل مع بعض، في معلومات كتيرة قوي جوه هحكي لكم عليها. كده احنا في النيل. ماله ده بقى؟ احنا في النيل. ده النيل. شايف اللي بتاع البناء هناك ده؟ اه كده احنا في النيل. ماما احنا في النيل. بسرعة يا ماما. اهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده طالعين نجري علشان نشوف منظر سبحان الله جميل قوي، اللي هو رايحين عند اللسان. المنطقة دي فيها قطعة كده، يعني سبحان الخالق. النيل مع البحر الاتنين بيتقابلوا في نقطة واحدة. الموضوع ده مش موجود غير في مكانين، ومنهم راس البر. فاحنا كنا طالعين نجري، الوقت كان متأخر، وطبعا لو الدنيا ليلت علينا فمش هنلحق، فاحنا طالعين بأقصى سرعة. كمان في الفيديو ده هقول لكم على شوية حاجات مهمة تاخدوا بالكم منها، اهمها المواصلات الداخلية. لو عايزين تركبوا ايه افضل مواصلات هناك، صراحة هتريحكم قوي. ولو انت اول مرة تشوفوني فانا نرمين، ودي قناتي نرمين والحبايب، وانت احلى واجمل الحبايب، حبايبي الحلوين. متنسيش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة من راس البر او غيرها. ولو عايزين حاجة معينة او عايزين ننزل لكم حاجة معينة قولولي وانا عيني ليكم. بصوا بقى يا حبايب، اللسان دي منطقة على البحر، بنركب لها مثلا مواصلة، لان احنا ساكنين زي ما انتوا عارفين في 51. احلى مواصلات هناك وارخص من القاهرة بكتير، اللي هي المواصلات بأوبر وديدي وكده. بس هناك ديدي منتشر قوي، واسعاره اسعار ارخص من التوك توك اللي هنا يعني. وطبعا انت راكبه عربيه امن وافضل للاطفال وكده، فجميل قوي هناك. الديدي يعني انتوا عايزه اقول لكم من شارع مثلا 51 لغايه منطقه اللسان، وكمان دخلنا لغايه جوه، رغم ان هو ممنوع. في كده منطقه خطر، مفروض يعني منطقه ما بيدخلوش عندها حد. فالراجل كتر خيره، احنا طبعا ما نعرفش الكلام ده، قال لنا قولوا ان احنا رايحين ناحيه الفندق علشان يرضى الراجل يعدينا يعني من المنطقة دي بالعربية، وندخل شوية كمان عشان ما نمشيش مشي كتير. وفعلا دخلنا، خد مثلا 30 جنيه. المواصلات الداخلية عمرنا ما دفعنا مثلا اكتر من 35 جنيه في الديدي ده. نزل الابليكيشن عندك على التليفون لو انتوا رايحين، علشان حبيتوا تروحوا هنا ولا هنا ولا في اي مكان، يبقى متاح ليكم في اي وقت تتصلوا 5 دقايق يكون عندكم. تروحوا بقى رايحين السوق الكبير، بعيد عليكم شوية، رايحين اللسان، رايحين هتركبوا المعدية مثلا فعايزين عربية. العربيات هناك المواصلات الداخلية تحفة. طبعا احنا كنا بنحاول ما نتمشاش كتير عشان ما نتعبش، بس هو صراحة يعني لو انت تقدري تتمشي وبتعرفوا تتمشوا وتروحوا وتيجوا فتمام عادي. بس انا صراحة كنا ساعتها نازلين البحر الصبح وتعبانين، وكنا متأخرين، يعني احنا متأخرين، ده كده كانت الساعة 8، فاللي هو طالعين نمد فعايزين نلحق يعني ركبنا. لكن لو كده فانتوا شايفين اهو الدنيا، الناس قاعدة ومستجمة والدنيا تحفة يعني. الحاجات هناك يا نرمين اسعارها عاملة ايه؟ زي القاهرة، مفيش اسعار بتغلى. الفراخ لقيتها زي هنا. ال ال يعني ايه اقول لكم ايه، الخضار ممكن يزيد 2-3 جنيه، يعني 5 جنيه.
مش ازمه، انتوا مش رايحين هنقيم هناك يعني بحق ان انت هتنقلي الحاجه. هو بس لو انت هتجهزي اكلات هتوفر عليكي مجهود هناك تمام، لكن هتشتري مثلا طماطم وتعمليها صلصة عشان هناك ما تضربيش، لا احنا بناخد كبة، بناخد خلاط معانا، بناخد اي حاجة من الحاجات دي وبنأدي الغرض. واحنا مثلا بتروحي اول يوم بتنزلي السوق تجيبي كل طلباتك بتاعة الاسبوع، واحتمال ترجعي بيها او بنسيبها في التلاجة يعني علشان الشيل يعني لو في ناس بتيجي بعديك عادي، واكيد الخضار مش بيبقى خلاص باظ يعني، فعادي لغاية اخر يوم كنا بننزل عادي نجيب خضار وبنرجع. بالنسبة لبطايق العيش، بطايق العيش هناك شغالة عادي يا جماعة، وبالسعر العادي بتاع القاهرة وبتاع اي محافظة، مفيش اي مشكلة مادام انت رايحة مصيف. في اي مصيف على فكرة مسموح ان انتوا تضربوا البطاقة وتاخدوا العيش المدعم عادي، مفيش اي مشكلة. بس في الاماكن السياحية يعني راس البر، يعني عارفين عزبة البرج لو ضربتيها فيها مش هتاخدي، لان عزبة البرج مثلا مش منطقة بحر يعني في اسكندرية ممكن تضربيها عادي، رايحة مطروح ممكن. طبعا هو بيقلل من مصاريف شوية، يعني احنا السنين اللي فاتت ما كناش بناخد معانا بطاقة العيش، فكنت اقل حاجة 30-40 جنيه في اليوم عيش بس، غير جنب الرز وجنب باقي الحاجة التانية، فلا هيوفر عليكي كتير. والعيش هناك تحفة تحفة يا ولاد. ايه ده، في حد يسمع عن العيش بتاع الجيش؟ بابا قال لي ده اسمه عيش الجيش، اللي هو الآلي ده الابيض، اللي هو الحلو ده الخفيف. هنا مش موجود طبعا في القاهرة، هنا موجود العيش الاسمر بتاعنا. العيش هناك كان حلو اوي، بيبقى جميل، والواحد لو كل منه 7 رغيفة مش هتحس بحاجة، يعني تحس ان هو ما بس لطيف، تحس عامل زي عيش الصاج، عيش التورتيلا، يعني عيش كده بيبقى وحشنا يعني. فالعيش هناك حلو قوي، حتى احنا اخر يوم يعني رحنا جبنا بالبطاقات بتاعة العيش علشان نروح بيه، يعني من كتر ما احنا يعني حابين العيش قوي. العيش هناك تحفة، والبلدي برضو موجود، يعني حابين ده موجود حابين ده موجود. فانا حبيت اقول لكم ان البطايق هناك شغال عادي. بالنسبة للأسعار، اللي يقدر ما يروحش في شهر 7 و8 ما يروحش، مش علشان حاجة، علشان أسعار الشقق هي الوحيدة اللي غالية هناك. أنا لقيت ناس صراحة بتقول لو تقدروا تروحوا يوم واحد، اللي هو تركبي ميكروباص تروحي انت وعيلتك، تروحوا من بالليل توصلوا الصبح تنزلي المية تعيشوا حياتك، تاخدوا اليوم وترجعوا، بالذات لو انتوا بقى في اماكن قريبة زي طنطا المنصورة. الكلام ده هيبقى اوفر لكم كتير من الشقق اللي بيت باسعار فلكية وبعيدة قوي عن البحر، ويقولك 7 عشة وتروحي تلاقيها رقم 12. لا، فلا، اما تبعدوا عن 7 و8 خالص. انا روحت في شهر 6 قبل كده، بيبقى جميل وهادي والاسعار رخيصة. انا منزله لكم فيديوهات السنة اللي فاتت كانت الشقة ب200 جنيه، انا مش مصدقة نفسي.